اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده بقى شوفوا البوتاجاز بتاعي عامل ازاي. بس انا والله متعمده ان انا اسيبه كده، بحيث ان انا اعمل معاكم الخلطه اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. الخلطه دي بسم الله ما شاء الله في ثواني كده فورته. ولا بقى اضطريت ان انا اخرج اجيب الحاجات اللي هي الجاهزه والباور ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، لا. الصابونه دي سانلايت كلنا عارفينها. ممكن تعملي بالصابون البلدي اللي انت بتعمليه او اللي بنشتريه من بره، بس دي يعني حسيتها انها هتبقى لطيفة على الايد شوية، بحيث ان فيها جليسرين وكده. فحسيتها هتبقى ايه الموضوع الطف يعني من الصابون التاني. هبشرها بقى كده الصابونة في الطبق البلاستيك اللي معايا ده. بعد ما بشرتها بالشكل ده عفوا. بعد ما بشرتها بالشكل ده زي ما احنا شايفين، معايا كلوريكس الوان. هاخد منه بتاع 3/4 فنجان كده من اللي معايا ده. واضيفه على الصابونة اللي احنا بشرناها. الموضوع هادي خالص وبسيط ومفيش فيه اي تكاليف نهائي. هي يا دوبك الصابونة اللي هتجيبها من بره والكلوريكس الالوان لو عايزة تستعملي اللي هو السايب، مفيش اي مشكلة، برضو هيديكي نتيجة كويسة. هبتدي ان انا ادوب كده الصابونة مع الكلوريكس اللي انا ضفته. ضفت لهم برضو ايه يعني ربع كوباية من المية كده بحيث يفك الدنيا معايا. ومعايا هنا معلقتين من الكربوناتو او البيكنج صودا بتاعه الطعميه اللي الناس بتحطها على الطعميه لو تاخدوا بالكم. معلقتين منها. ومعاه معلقتين من ملح الليمون. هتلاقي بقى الدنيا ايه تضاعفت كده وفارت معاكي. إيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هبتدي بقى ان انا اشيل الحوامل بتاع البوتاجاز بتاعي. وامسح كده الحاجات اللي عليه دي كده بمنديل المها. بعد كده هبتدي ان انا ادهن الخلطة بتاعتي دي كلها. هشيل العيون الاول، وبعد كده هبتدي ان انا اضيف الخلطة بتاعتي على البوتاجاز، سطح البوتاجاز كله، والازاز بتاعي بتاع البوتاجاز نفسه، والفرن من تحت. هغرقه من الخلطة اللي احنا عاملينها دي كلها كده، ادهنه كله منها. إيه. انا بصراحة ولو انت عايزة تستني مثلا دقيقتين 3 كده، انا ما استنيتش، بمجرد ما خلصت بصراحة ان انا ادهن فيه كلته كده. إيه. ابتديت ان انا اعمل فيه. هي اصلا ما شاء الله كانت بتطلع معايا بدون من منتظر يعني ولا كده. وبرضو دهنته من هنا الحتة اللي هي بتاعت الازاز برضو من ورا كده بقى عليها برضو دهون. دي بقى سلك بلدي من اللي هو بتاعنا، مش سبونشة ولا حاجة، سلك عادي. وهبتدي ان انا اعمل بيه. النتيجة في الاخر كانت ما شاء الله مرضية جدا بصراحة. ولا كلفت نفسي بقى سترس دلوقتي سمعت سألت لقيته بقى ب45 او 35 حاجة زي كده، مش فاكرة بصراحة. سعر الدنيا كلها بصراحة عمال يزيد ويأفور قوي، فقلت لا اعمل حاجة طبيعية. وبفضل الله وبإذن الله بتديني نفس النتيجة ويمكن أحسن كمان، لأن الاستانلس بتاع البوتاجاز كل ما بتحط عليه المواد الكيماوية اللي هي بتبقى الباور والسترس والحاجات دي، بتحسيه مرة عن مرة بيطفي معاكي، ما بيبقاش بنفس لمعته كده بتاعت الأول. فليه أي حاجات طبيعية من دي بتبقى أفضل، وفي الإمكانيات بتبقي بتوفري برضو. شلت هنا بقى المفاتيح بتاع البوتاجاز برضو كلها ودعكتها معايا برضو. وجبت الفرن برضو من جوه ومن بره والازاز الازاز دي بقى الحته اللي بقولك عليها اهي. الحته دي بتبقى ألمونيا، القطعه دي بتبقى ألمونيوم، ما بتبقاش ستانلس. وبتبقى برضو عليها دهون، لان الدهون بتطلع بقى لفوق كده، فبتترسب على المكان ده من فوق برضو. اللهم بارك بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. مسكته كده بالسلكه، وبعد السلكه جبت فوطه ناشفه وقعدت بقى ايه امسح اللي عليه. وبعد كده بقى بالشكل ده معايا. بصراحة النتيجة مرضية جدا ليا بالنسبة لي، ويا رب الوصفة تعجبكم. جربيها ان شاء الله بإذن الله هتعجبك. بقى البوتاجاز كده بيلمع كأنه لسه خارج من كرتونته. بس بقى الازاز بتاع البوتاجاز بصراحة معرفتش افكه خالص. قعدت احاول بكذا مفك معرفتش نهائي، فاستنيت قلت زوجي بقى اما يجي، انا نشفته بقى من جوه كده، وقلت اما زوجي يجي بإذن الله يبقى يفكهولي وابقى اعمله. هنا المفاتيح بتاعتي برضو كلها معايا لمتها.
وغسلتها كلها ما شاء الله بتلمع برضه زي ما انت شايفة كده. والعيون بتاعتي كنت نقعها في الطبق اللي في الحوض دي، طلعته برضه ودعكته كده معايا. بس عيب البوتاجاز ده ان العيون بتاعته ألمونيوم. العين زي ما بقول لك كده وحشة قوي، بتلاقيها ما بتلمعش معاكي مهما اندعكتي فيها ومهما حطيتي عليها. لا، نوعها مش حلو خالص. لكن بقية البوتاجاز كله اللهم بارك تحفة بصراحة. عيبه الوحيد البوتاجاز ده ان العيون بتاعته من تحت كده ألمونيوم، ومش من الألمونيوم بقى اللي هو تدعكيه تلاقيه بيلمع معاكي او كده، لا، بيزرق كده ومش مش لطيف خالص بصراحة. إيه موضوع العيون دي، انما بقيته اللهم بارك جميل. لو حد يعرف بقى ازاي يشيل الاستيكرات اللي هي بتبقى على الفرن، اللي هي بتقولك مثلا امان كامل بيبقى مكتوب عليها كده، او مكتوب عليها رسمة المروحة وايطالي، وفاهمين انتوا الحاجات اللي هي بتبقى الشركات بتعملها دي، اللزقتين البيض دول بصراحة انا مش عارفة اشيلهم خالص. لو حد بقى يعرف يقولي اشيلها ازاي يا ريت يقولي في الكومنتات اعملها ازاي يعني. وبرضو اللي بتبقى على الازاز من فوق، بصي بقى من تحت اللهم بارك كله ما شاء الله والله. ما شاء الله بقى بيلمع وجميل، والنتيجة بصراحة مرضية جدا بالنسبة لي. برضو العيون زي ما قلت لك كده انا نقعتها بنفس المعجون برضو اللي احنا عاملينه مع بعض. والحوامل برضو آه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عملتها برضو كلها بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اركبها. هنا تمام، ركبت العيون بتاعتي كلها اهي. والحوامل كمان برضو عملتها بنفس المعجون. وحالا بركبها اهو معاكي ما شاء الله برضو كلها بتلمع وزي الفل، ما فيش فيها اي دهون ولا حاجة. اذا وصلتي بقى لغاية هنا من الفيديو ولسه ما حطيتيش اللايك، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان ان شاء الله القناة تكبر بيكم. وكده بقى خلصت اللهم بارك، تحفة جدا. انا بقى رايحة جاية عليه بالفوطة بتاعتي عمالة لمع لايك فيه. بقى وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله.